وعبيد وخاله بيسلموا عليك، اركب. ما تقلقش، اللي وراك دور رجالتنا. بس انت عارف ان طارق اتمسك. امال انا جيت لك ليه؟ مش فاهمه يعني، حاكم قوي ومستبد، ليه الناس ما تقدرش تصور عليه؟ طول ما هو قوي هيخافوا، بس اول ما يحسوا ان هو ضعف مش هيرحم. طب وانا اعمل ثوره على نظام ضعيف ليه؟ ما استنى، كده كده هيقع لوحده. مفيش حاجه اسمها يقع لوحده يا تينا. اقري التاريخ كله. الحاكم القوي محدش بيقدر يهاوب ناحيته، لا من جوه ولا من بره. الناس بتستنى لما يضعف ويخلصوا عليه، او يتم اضعافه لحد ما اللحظه دي تيجي، او يبينوا للناس انه ضعيف. حتى لو كان قوي ساعتها الناس هتتجرأ عليه. طب وانا ابينه ضعيف ازاي؟ لا دي حاجه انا ما اعرفهاش، بره مجال تخصصي، مش هقدر افتي فيها. لكن زي ما قلت لكم، الناس مش بتفكر، بتحس، وبينقلوا لبعض المشاعر دي. طب وبعد ما نضعفه والناس تشيله؟ هيجيبوا مكانه واحد اقوى منه، زي ما قال جوستاف ليبون. طب والعقيده بقى اكيد ليها دور مهم قوي، صح؟ طبعا ليها اهم دور، حتى وسط العلمانيين. الناس بتتحرك بالدافع الديني حتى لو الفرد نفسه مش متدين، والكلام ده ما يخصش دين بعينه طبعا. صح جدا. اصل انت عارفه انا مهتمه ليه؟ انا اصلا البرزنتيشن بتاعتي في السيمينار ده عن انظمه الحكم الاسلامي المعاصره. فعلا. مش عارفه ليه تخيلت ان انت هتتكلمي عن حاجه فيمينست اكتر، زي دور المراه في التغيير مثلا، حاجه كده. والله كان بودي. اتس ا فيري انترستنج توبيك. ان شاء الله السيمينار الجاي. طب احنا اتاخرنا على البروتوكول ارت سيشن، انا هروح الحمام واستناكي هناك، اوكي؟ طيب باي باي خلص يا جماعة. الشاي. اوكي باي. لما تجيلي بالليل هديكي حاجات تقريها، اكيد هتفيدك في البرزنتيشن بتاعتك. اجيلك؟ انت ما قلتلهاش يا جمانه ولا ايه؟ اصل انا متعوده بعد كل سيشن بعمل جادرينج عندي في البيت. بجد؟ والله واو. ده خساره ان انجي مشيت. طب ينفع اقول لها تيجي معايا بالليل؟ ملوش لزوم. It's a very selective gathering. حاولي انت تيجي بدري شويه وتاخدي تور عندي في المكتبه، اكيد هتلاقي حاجات مفيده ليكي. اتفقنا؟ اتفقنا. عن اذنكم. باي. طب مش يلا عشان السيشن بقى ولا ايه؟ انا مصدعه، مش عايزه بقى اروح السيشن دي، هاجي اللي بعدها. اوكي. سي يو. باي. No, later, please. Later. I'm still here. Thank you. ولما ركبت الاتوبيس اللي ودانا للكونتينرز اللي نزلنا منه، لقيت على ظهر الكراسي نفس اللوجو بس كانوا مخبيينه. انت متاكد من اسم الشركه دي يا سيف؟ اه يا فندم، وانا هتوه عنه؟ انا كنت دايما بشوفه في العراق. ده بيبقى كونتينر بيجي فيه مقاتلين اجانب من القاعده، بيجوا من تركيا ينزلوا اي دوله وينتشروا بقى. ثواني يا سيف. اتفضل يا فندم. الو. ها، ايه الاخبار؟ فعلا؟ طيب تابع الموقف من بعيد ولا؟ سلام. طارق طلع موضوع كبير ورافضين حتى يخرجوا بكفايه. ايه، هجره غير شرعيه؟ لا لا لا، الحكايه اللي طارق اتمسك فيها بعيد عن الموضوع ده خالص، والا كنا اضطرينا ان احنا نرجعك مصر تاني بدل ما تتاخد في رجلين. شكلها كده قضيه تهرب ضريبي، بس واضح الحكايه كبيره. وبعدين بقى، ده طارق ده كان الكوبري اللي هيوصلني لعدنان. ما عندناش حل غير اننا نعمل هولد على العمليه كلها. لا يا فندم، هولد ايه؟ هولد ايه بعد ده كله يبقى فيه هولد؟ لا يا فندم، ده كان مجرد كوبري، لو اتهد ندور على غيره. ايوه، ما احنا لحد لما نلاقي غيره لازم نتصرف. ما تقلقش يا فندم، انا عندي خطه بديله. سيف بني خطته يا فندم على معلومه قراها في ملف عدنان مظلوم اللي حضرتك اديته له، تخص المحاسب اللي بيشتغل عنده في الشركه. رائف الحلبي مش كده؟ بالظبط يا فندم. رائف الحلبي مش مجرد محاسب في شركه عدنان بيظبط له حساباته وملفات الضرايب بتاعته، ده قريبه ودراعه اليمين وكاتم اسراره، والوحيد اللي عدنان بيثق فيه وبيستشيره في كل حاجه.
خصوصا ان عدنان عارف ان رائف شايل له جميله انه جايبه من بلدهم وشغله معاه وبنى له مستقبله، وقت ما كان رائف مضطهد في بلدهم ومهدد بالسجن. وفي نفس الوقت عدنان جربه اكتر من مره واتاكد انه ما عندوش طموح يكبر اكتر من كده وراضي باللي هو فيه، وده اللي خلاه يطمن له اكتر. سيف وجهه نظره يا فندم ان رائف هو المدخل الاقرب والاسهل من عدنان اكتر من طارق بكتير، وبيقول ان لو خطته نجحت هيقدر يقرب من عدنان ومن الشبكه اسرع بكتير من الخطه الاصليه. قولي لحسام ان انا موافق على الخطه وتابعي معاه اول باول، واكدي عليه يبلغ سيف يحرص من السكن اللي هو فيه. طب مش الافضل انه يغير المكان يا فندم؟ المفروض انه راجل بيزور البلد لاول مره وداخل بطريقه غير شرعيه، عايزاه بقى يدور على سكن كل يوم ازاي؟ كده احسن. في اخبار من دينا؟ هتنفذ الليله دي، وفريق التكنيكال سبورت وصل عند رامي. اكرم فين؟ بيرتب هو وبهاء قعدتهم الاخيره مع عبد الرحمن نصار قبل ما يسافر. بس انا مختلفه معاك يا عمرو، اصلها لو كده طب ما نسيبهم يجيبوا ابنه يحكم وخلاص. هي مصر ما فيهاش واحد مدني غير ابنه يا منار؟ شكلك هتطلعي حزب وطني بجد ولا ايه؟ انا اللي مختلفه معاك فيه انك عايز تحرم فرصه الحكم على اي حد عسكري حتى لو كان كويس. عشان ما فيش حاكم عسكري كويس اصلا. دي جول، ايزنهاور، نابليون، محمد علي، كل دول كانوا عسكريين. عبد الناصر الله يرحمه كان عسكري. عبد الناصر؟ الحق بتقول لك عبد الناصر، ولا انت من ساعه ما سبت الاخوان بقى عبد الناصر على قلبك زي العسل؟ انا رايي في عبد الناصر وانا مع الاخوان هو رايي بعد ما سبتهم، لكن ده ما يمنعش ان الاخوان اتبهدلوا في عصر عبد الناصر. اديك فتحتي علينا القناه الثالثه، مش هنخلص بقى من السيره دي النهارده. الحاكم بيتقيم على بعضه مش حته حته، وانا شايفه الحاجات الكويسه اللي عبد الناصر عملها اكبر بكتير من اخطائه. الاخوان عانوا في عصره بس الشيوعيين عانوا زيهم واكتر، فموضوع ان الاخوان دفعوا ثمن في عصره ده انا شايفاه هكس بصراحه يا عبد الرحمن. هكس؟ دي باين لها حلوت خالص. طيب انا شايف ان انت تراجع نفسك يا ناس منار، وتخافي ان انت تشيلي ذنب ناس ابرياء داوا الامرين. الاخوان فيهم عيوب، طبعا فيهم عيوب، انا انفصلت عنهم ليه؟ لكن معاناتهم وتضحياتهم ما ينفعش ان احنا ننكرها كده واحنا بنتناقش. انتوا هتدخلوني النار في كلمتين قلتهم؟ ده انا قلت احنا ديمقراطيه وكده. وبعدين هو لما عبد الناصر مات والسادات طلع الاخوان من السجون عملوا فيه ايه؟ قتلوه مش كده؟ مشكله الاخوان مش مين بيحكم، مشكله الاخوان ان هم ما بيحكموش، عشان كده عمرهم ما هيرضوا الا لو حكمونا. انت بتحبي عبد الناصر بجد ولا ايه يا منار؟ ليه هو انتوا بتقعدوا اللي بيحبوا في ترابيزه لوحده وتاكلوه مع الشغالين؟ الحق الشباب هياكلوها. طيب معلش انا عندي سؤال، لما هو عبد الناصر حلو والحزب الوطني مانجا والبلد ما فيش احلى من كده، ايه اللي معادك مع امثالنا يعني؟ متهيألي مكانك مش هنا، مكانك فوق في لجنه السياسات. بالعكس انا شايفه ان حاله البلد زي الزفت، ولو كملوا اكتر البلد كلها هتلبس في حيطه. بس عشان نغير لازم نفهم وما نسيبش حد يضحك علينا. وعشان نفهم لازم نجنب المصلحه. ودراويش عبد الناصر بنوا مواقفهم على الفتافيت اللي كان بيرميها لهم عشان يشتري بيها ولائهم. انا فاهم انك من عيله استفادت من يوليو وده اثر على تفكيرك اكيد، بس الكلام ده هو اللي ودى مصر لورا. انا ما غلطتش في حد، انا اللي اتغلط فيا وانت قعدت ساكت وما ردتش. يا حبيبتي ما حدش غلط فيكي اصلا. وهو لما يقول لي افكار انا واهل جابت مصر ورا يبقى ما غلطش فيا؟ ولا يقول لي اصل عبد الناصر رمى للشعب فتافيت فبتدافعوا عنه؟ ليه بهايم؟ هو لازم يعني يشتمني بامي وابويا عشان تشوف انه غلط فيا؟ يا منار الراجل كان بيقول رايه ووجهه نظر، ايه المشكله كده؟ ما تبقيش قفاشه قوي. بس احلى قفاشه في الدنيا. وبعدين هو ما يقصدش عشان بس بيقرا كتب كتير فبيحب ينكش في الناس. على نفسه يا وليد، انا مش جاهله ومستنيه سي عمرو ده يعلمني. عن اذنك بقى وما تجيش ورايا. ما اجيش وراكي؟ مش هاجي وراكي. Hello. Hello. How are you? Can I have a box of chocolate for my best friend, please? Sure. Looks like it will rain today. Do you think I can have one for myself? Perfect. That's very nice. Thank you so much. Oops. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.
man. Hey. My bag. No, it's not your bag. Get out, let him go. خد شنطتك. شكرا. انت كويس؟ الحمد لله. مصري؟ وقعد بقول لك خد شنطتك وانت كويس، هيكون ايه يعني؟ اكيد انجليزي. لك ايه تحيا مصر يا غالي. تعال معي نطهر لك الجرح. انا بيتي قريب من هون. الاسم الكريم شو؟ سيف العربي. اخوك رائف الحلبي. اتفضل معي اتفضل. شكرا يا رب. انت جميلك هاد انا ما بنسالك اياها العمر كله يا سيف. يا راجل جميل ايه الناس لبعضيها؟ وبعدين يعني لو اي حد معدي وشاف كده كان هيعمل ايه يعني؟ كان راح على الرصيف الثاني وكمل طريقه. للدرجه دي؟ طب اقعد شوي بدي فوت جيب لك شيء مشان الجرح. لا 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 خالص، خليك زي ما انت، لا شيء ولا جرح، ده خربوش بسيط الحمد لله. اها. وانت شو كنت جاي تعمل هون؟ ده موضوع طويل بقى قوي، بس انت بقى لو عايز تسمع لو عايز تسمعه بقى هات لي حاجه عشان الجرح ايه. طول بالك بجيب لك شيء وبرجع لك على طول. هات لي اي شيء. جيت ريدي. هاي يا دينا اتفضلي. ميرسي اتفضلي. ميرسي قوي، ما كانش له لزوم. لا ازاي؟ ميرسي ليكي. واو حلو قوي البيت، شبهك. ثانك يو. مش كده؟ كويس انك جيتي بدري عشان نقعد ندردش شويه وبالمره اوريكي المكتبه. طب ممكن اروح التواليت الاول بعد اذنك؟ طبعا اتفضلي، اخر الكوريدور يمين. كده ميرسي. كده؟ ثانك يو. تمام يا دينا، ربنا معاكي. ايه ده الجماعه شكلهم ابتدوا يوصلوا. لا دول غالبا الناس بتوع الكيترينج. دقيقه وهرجع لك. طب استاذنك ممكن اتفرج على الكتب لحد ما تيجي؟ طبعا اتفضلي. خدي راحتك. ميرسي. طارق العمري اوف الدنيا شو صغيري مثل ما بيقولوا يا زلمه. تسلم ايدك. انت تعرفه؟ ايه طبعا بعرفه لطارق. هاد رجال شهم وخدوم. هو عميل اساسا بالشركه اللي انا بشتغل فيها. ايه مزبوط عميل صغير بس لانه مرتب وابن حلال فبتلاقي الكل بيعرفه وبيحبه. انا ما خبرتك انا بشتغل بشركه توريدات غذائيه ونحن كنا بنورد له بضاعه للمطعم تبعه. سبحان الله فعلا الدنيا دي اوضه وصاله. ايه والله. وانت شو ناوي تعمل بعد اللي صار مع طارق؟ والله يا اخ رائف بصراحه انا مش عارف. لسه بقول يا هادي كده لقيت ايه القنبله دي من ضربه في وشي. بس تعرف بقى اكتر حاجه قلقاني المكان اللي انا قاعد فيه.
ايه؟ انا حاسس ان هو شمال، وبعدين خايف بقى يبلغوا عني، خصوصا بعد لما مسكوا طارق. اعوذ بالله يا رجل. هدول ناس كل اللي بيهمهم المصاري وبس. يا ساتر يا رب. اسألني أنا عنهم، أنا بعرفهم منيح. على العموم لو الله لا يقدر صار بينك وبينهم أي شيء احكي معي وأنا بتصرف. ربنا يخليك يا رب. نحن من اليوم ورايح صرنا إخوي ورح نضل على تواصل دائما مع بعض. ده من أصلك والله. بتعرف يا سيف، نحن تربينا على حفظ الجميل، وانت اليوم انقذتني من موقف. يا الله يا جدع ما تقولش الكلام ده، الناس لبعضيها. يا الله شو كان رح يصير فيني لولاك. وان شاء الله بيقدرني وبرد لك هالجميل. ربنا يكرمك يا رب. للاسف بس استاذ عدنان صاحب الشركه موقف كل التعيينات تماما. كنت عم فكر شغلك عنا بالشركه، بس هالفتره الموضوع رح يكون كتير صعب، وخصوصا كمان انت موقفك القانوني رح خلي الموضوع صعب يا سيف. يا عم رائف في ايه؟ في ايه؟ انت جاي تقفلها في وشي ولا ايه؟ انا راضي يا عم الحمد لله. اقول لك على حاجه، اكتر حاجه بسطاني بقى في الحوار اللي انا فيه ده ان انا بقى ليا اخ في الغربه، فربنا يخليك يا رب، ما تحرمش منك ابدا. الله يخلي لي اياك. تفضل اخي تفضل. شكرا. ده ايه؟ هات شاي اخضر. بتاع الشاي اخضر بس. يلا. Is this all? No, actually one more box. يلا يا دينا قدامك 3 دقايق. تمام انا قدام الخزنه. أربعة 7 8 9. اهدي يا دينا اهدي وما تستعجليش، لسه معانا وقت. 7/4/98. اوعي تنسي التاريخ ده، لان ده تاريخ مهم جدا في حياه مصر. اليوم ده اللي ابتدت فيه شغل التجسس لاول مره، وبالنسبه لها ده تاريخ ميلادها الحقيقي. ما تتوتريش يا دينا، اهدي خالص. معانا محاولة كمان. تسعة 8/47 ده تاريخ ميلاد ام نصري، وخلي بالك نصري كانت بتحب امها اكتر من ابوها. خلاص يا دينا رجع كل حاجة زي ما كانت، سامعاني؟ سامعاني يا دينا؟ 4/7/89 ده اليوم اللي المخابرات التركية جندت فيه الولد اللي كانت بتحبه. Excuse me. Can I get your signature, please? نازلي داخله البيت، انا مش هعرف اعطلها اكتر من كده. سامعاني؟ سامعاني؟
لقيتي حاجه عجبتك؟ هو الحقيقه كولكشن قيم، بس انا البرزنتيشن بتاعتي على التجارب المعاصره وخاصه تجربه اردوغان في تركيا، فما لقيتش حاجه. وانت مالك يا بنتي ومال تركيا واردوغان؟ انتوا شغلكم كله على المنطقه العربيه؟ يا نازلي العالم كله بقى قريه صغيره خلاص، واللي بيحصل في اوله دلوقتي هيحصل في اخره كمان ربع ساعه. ودي تجربه مهمه الحقيقه لازم نتكلم عنها. انا شخصيا مبهوره بالراجل ده، طفره اقتصاديه غير مسبوقه في تركيا. الراجل حليف اسرائيل الاستراتيجي في المنطقه ومتصاحب على العرب كلهم، عنده علاقات مع امريكا وروسيا، مع اوروبا والصين، بيحكم بغطاء اسلامي وسايب كل الحريات الفرديه. لا الراجل هايل الحقيقه. على كده بقى انت متعاطفه مع الاخوان؟ انا؟ لا، بس بتحترميهم؟ مش بالضروره، انا بس شايفه ان هم فصيل سياسي موجود على ارض الواقع ولازم نتعامل معاه. انت بتحبي يا دينا؟ بحب؟ قصدك ايه؟ يعني في حد موجود في حياتك على علاقه بحد؟ لا بس بتسالي ليه؟ بندردش. بس يا ترى ليه؟ ما لقيتيش اللي يملى عينك ولا ما عندكيش وقت؟ تقدري تقولي الاثنين. زي بالظبط. عمرك اشتغلتي مع الامن؟ مع الامن؟ ده منظر واحده ممكن تشتغل مع الامن؟ ليه لا؟ كلنا ممكن نشتغل مع الامن. صحيح، كلنا ممكن نشتغل مع الامن، بس للاسف انا ما بشتغلش. درينك؟ ما بشربش. ميرسي. اتفضلي. ميرسي. مبروك، الحاجه بقت معانا خلاص. يعني ايه غمرت وجربت 3 مرات؟ احنا بنلعب؟ يستلموا منها الحاجه ويبعتوها هنا وتجمد كل نشاطها لغايه ما ترجع. تمام يا فندم. شوف يا رائف، أنا بعرف إنه الزلمة شهمي، بس وضعه في البلد مش قانوني. بعدين إيش بدك أنا أشغله؟ ما عنديش شغل مناسب له. الزلمه ملاكم يا عدنان وقلبه قوي. خده حارس شخصي إلك أو للجماعة بالبيت. مستحيل. بدك ياني أشغل زلمة لا بعرفه ولا بعرف إشي عنه وأخليه يدير باله علي وعلى مرتي وأولادي؟ طب خلص، شو رأيك؟ اسمعني للآخر. تفضل. نشغله مع الشباب اللي بيستلموا البضايع وبيجهزوا الأوردرات. الزلمة كان مدير مطعم وبيفهم منيح بهالشغلة. شو عمالك تحكي أنت؟ إحنا بدنا نخفف عدد عمال ولا نجيب عمال زيادة؟ ولا بدك ياني أشغله صدقة؟ أنا مش محتاجه. شوف، أنا بعرف إنك بتدور على طريقة عشان ترد له فيها الجميل، وهذا إشي منيح، بس مش هيك. خليني أفكر شوي، بركي بلاقي له شغلة عند حدا من معارفي. تمام، بالإذن. مع السلامة. هاي صور المكان بعد انفجار السيارة المفخخة. عملوا حصر للضحايا؟ 33 قتيل، 85 جريح. هذا طبعا غير قسم الشرطة اللي انهار تماما وكل أفراده قتلوا. لكن مجموعة المراقبة والتأمين ناتلوا كلهم بالاشتباكات. خسارة كبيرة هاي يا ريكاردو. مظبوط، بس كمان مكاسب العملية أكبر بكتير. معك، بس إذا طاقم كل عملية راح فيها كيف بدنا نكمل؟ عشان هيك بدنا نشاط أوسع بالتجنيد. شو رأيك يا داود؟ احنا متابعين حركة المهاجرين الغير شرعيين في آخر 3 شهور وراصدين كل الشباب اللي دخلوا فيها وأماكنهم، بس اختبارهم محتاج وقت طويل عشان نوصل للعناصر المطلوبة. بدي إيقاعكم يكون أسرع من هيك يا داود، بدون أي إهمال بالفحص والإجراءات الأمنية متبعة. إذا لقيت شيء حولوا على ريكاردو. في أحداث كبيرة راح تحصل بهذه المنطقة وبالكثير
نهاية هاي السنة. مشان هيك لازم نكون جاهزين لها في أكثر من بلد. الخطط اتوضعت وبتحط لها اللمسات الأخيرة، وأجهزة كتير بتشتغل عليها. المعلومات اللي اتأكدت عن غاز المتوسط خلت كل الأطراف تسابق الزمن علشان تلحق. أوروبا عندها أزمة طاقة كبيرة، والدول اللي بتصدر لها غاز في الشرق عاوزة تلحق تمد الأنبوب بتاعها قبل ما اكتشافات المتوسط تطلع. مهم بالنسبة لها تولع الدنيا في الدول اللي عندها مخزون في المتوسط علشان تعطلها. الدول اللي في الغرب عاوزة تلحق تسيطر على دول المتوسط وتقسمها قبل الغاز ما يطلع علشان تلاعب كل الأطراف في كل دولة وتبقى صاحبة القرار فيها، وكلهم بيتعاونوا سوا. أنا في تقديري مش هتعدي 2011 غير لما ينفذوا المخطط ده بتاعهم. واحنا سبقنا بخطوه يا فندم، وبنزرع مصادرنا في كل المحاور اللي متوقعين ان المخطط هيتم من خلالها. بس عندنا مشكله واحده. مشكله ايه؟ الوضع السياسي يا فندم، والطريقه اللي بتدار بيها البلد بيساعد المخطط اكتر ما بيساعدنا ان احنا نمنعه. المشاكل بتزيد والممارسات الغلط بتتراكم. الغضب الشعبي يا فندم وصل لحاله تخوف. ده طبعا بيوفر بيئه حاضنه للمخطط، وبالتالي بيصعب مهمتنا بشكل كبير. في كل حال احنا بنقول وبننبه، انتوا تعملوا اللي عليكم وخليكم مستعدين لكل السيناريوهات. التضحيات اللي قدمها رجب طيب اردوغان قدامنا بعد
I believe she's the one we're looking for. I'll update you. Ciao. بلغي سعيد يشتغل عليها أول ما ترجعي. حاضر. حاجة تانية؟ لا. اوكي. هاي. مساء الخير. مساء النور. في حجز. اسم حضرتك؟ امين علي. طب اتفضل استريح. شكرا. بعد اذنك. اتفضل. شكرا. في معلومات ان سهيل هتستخدم الوكالة الفترة الجاية كمدخل لعملاء كتير هيدخلوا مصر على ان هم مراسلين. احنا بقى محتاجين عين جوه الناس دي. والكمبيوتر؟ متقلقش يا مينا، انت اتدربت كويس قوي وجاهز. احنا بس مستنيين الوقت المناسب عشان ننفذ. من فضلك الحمام فين بس؟ شكرا. لا مؤاخذة. انا اللي اسف يا منار. لما رجعت نفسي لقيت ان انا كنت سخيف معاكي بزياده، رغم ان دي طريقتي مع كل الناس القريبين، بس احنا يمكن لسه ما بقيناش قريبين قوي. لو اني اتمنى ان احنا نبقى اصدقاء قريبين جدا. على فكرة أنا كمان لما فكرت في اللي حصل حسيت إني كنت غلطانه؟ لا طبعا أنا عمري ما بغلط، معروفة يعني. لا بجد حسيت إني أفورت شوية. على فكره وليد حكى لي عن باباكي كتير وخلاني متحمس قوي ان انا اشوفه، وفهمت انت ليه اتضايقتي لما اتكلمت عنه اخر مره. بس يعني انا خلاص بقى يا جماعه، اللي حصل حصل والصلح خير. خلينا ما نتكلمش في الموضوع ده تاني. وبمناسبه الصلح ده بقى انا عازمكم على حاجه قبل ما بقيه العيال تيجي وعد الافلاس. هتعزمنا على إيه بقى؟ سحلب. سحلب؟ وانا مش ساكت، انا عمال الف وادور وبدور على شغلانه تنفع، بس مش لاقي حاجه خالص. محدش عايز يشغلني. افضل ادور بقى لحد لما الفلوس ما تخلص وارجع بلدي. اعمل ايه يعني؟ شو هالحكي يا سيف؟ بدك ترجع للي هربت منه بعد ما تكون خسرت كل شيء معك. اعمل ايه يا رأف؟ اعمل ايه؟ اللي مكتوب مكتوب. والله يا سيف انا مش ناسيك وعم بحاول مع استاذ عدنان. رائف الراجل عنده حق، كتر خيره يعني، هو ناقص بلاوي. وانت كمان كتر خيرك على كل اللي بتعمله معايا. انا بس يعني لو تتمم جميلك، لو تشوف لي شغلانه عند اي حد من اصحابك من معارفك يعني هكون شاكر. انا عارف ان انا بتقل عليك. انا بدي اياك طول بالك شوي، ارميها على الله وقول يا رب. يا رب. الحمد لله على السلامة يا دينا هانم. الله يسلم حضرتك. أنا عارفة إن حضرتك متضايق مني. متضايق؟ متضايق دي لما نكون أصحاب وما تسأليش عليا. أنا غلطت لما جربت تالت مرة. دي مش غلطة يا دينا، ده استهتار. أنت عارفة لو الخزنة ما اتفتحتش كان حصل إيه؟ كنت هتكشف. بس حضرتك عارف ومتأكد إن أنا حتى لو كانوا قطعوني حتت ما كنتش هفتح بقي. كنت هتكشف؟ سهل عليكي قوي الكلمة دي. لا يا دينا، انت كنت هتكشفي الجهاز بحاله، لانك ملك الجهاز مش ملك نفسك، وكنت هتضيعي شغل خططنا له لمدة سنين في لحظة واحدة. كل ده علشان ايه؟ علشان تثبتي انك قد المهمة وترضي غرورك. لا يا فندم، أنا بس ما هنش عليا يبقى بيني وبين الكنز ده خطوة واحدة وأسيبه وأمشي. والله هتعرفي قيمة اللي جوه الخزنة أكتر مني؟ أكيد لا. أنا آسفة. احمدي ربنا إنها أول مرة وإن شغلك يشفع لك. اللي جاي أصعب من اللي فات. لو غلطة زي دي اتكررت تاني صدقيني مش هتلاقي مكان بينا. اتفضلي.
تخليش حاجة تفقدك تركيزك مهما كان. ولازم تعرف اللي انت بتعمله ده عشان بلدك. بلدك اللي انت قررت تدافع عنها لما لقيتهم بيتأمروا عليها وعايزين يضيعوها. بقول لك يا عبد الرحمن. اتفضل يا فندم. انت عندك شك ان احنا على حق وهم على باطل؟ شك ازاي يا فندم؟ بعد اللي انا عرفته عنهم واللي انا شفته بعينيا منهم؟ اكيد لا. وهل عندك شك ان ربنا بيقف في صف الحق؟ حاشا لله. طيب امال هم فارقين معاك ليه؟ انت معاك الحق وفوق كل ده معاك ربنا. هم شاغلين بالك ليه؟ يا فندم هم مش فارقين معايا. انا بس اللي شاغلني طول الوقت ان انا بسأل نفسي هو ازاي بيعرفوا يعملوا كده؟ مش مهم ازاي، مهم ليه. سيادتك عندك حق. لو بصيت على تصرفات الجماعة دي من ساعة ما انشئت في 28 لغاية دلوقتي هتلاقي ان دايما كل الاحداث اللي بيعملوها وراها مستفيد. دايما في حد له مصلحة. لو ذاكرت الموضوع ده كويس هتعرف مين عملهم وعملهم ليه. يلا عشان ما تتأخرش، حاجة أخيرة عايز أفكرك بيها. احنا في ظهرك دايما وهنفضل حواليك. أشوفك على خير. أنا ما عنديش حد أوصي حضرتك عليه، فخلي بالك من نفسك. حاضر. وخلي بالك من نفسك أنت كمان. الحمد لله على السلامة يا دينا. أنا عارف إنك متغاظة مني ومش طايقاني عشان سافرت من غير ما أقولك، بس صدقيني يا دينا كان غصب عني. أنا ما قدرتش أقولك لما عرفت إنك مسافرة. ما كنتش عايز أشيلك الهم ولا تسافري وإنت متضايقة مني. بس على فكرة بقى أنت عندك حق، إحنا فعلا مش قادرين ندفع ثمن العلاقة دي، بس اللي بنضحي عشانه هو اللي في النهاية هيجمعنا. ومهما حصل وبعدنا وكل واحد فينا راح في سكة، هيجي اليوم اللي أكيد هنتجمع تاني وهتحكي لي على كل حاجة كنت عايزة تقولها لي. بحبك. يا سعد يا أسعد، آخر إشي كنت أتوقعه إنه أنت بالذات بعد كل اللي عملته عشانك تسرقني. مستر أسد، بس أنا راح أكون أحسن منك. مش راح أسلمك للشرطة لأنه العشرة بتهونش إلا على أولاد الحرام. بس إذا شفت خلقتك هون أو في أي محل تاني، يلا يلا. طول بالك وخلينا بالمهم. هلأ مكان أسعد صار فاضي، وهالكلب هاد كان له دور كتير مهم بتجهيز الطلبيات وتوزيع على العملاء. ورغم خيانته لهالكلب بس ما بنقدر ننكر إنه كان أحسن حدا بهالشغلة. وهلأ عدم وجوده رح يسبب لنا كركبة كتير كبيرة ونحن بغنى عنها. وأنا برأيي إنه لازم نلاقي بديل بأسرع وقت. معك حق. شو البديل؟ بديل جاهز. المصري؟ ايه سيف. يا عدنان الزلمة خبرة طويلة من أيام شغله بالمطاعم بالعراق. أنا على تواصل معه من هديك الليلة، والحق ينقال أنا ما شفت منه غير كل خير. وضعه القانوني؟ نخليه يشتغل بالمخازن بعيد عن العيون لحد ما المحامي يظبط له وراقه وتمشي القصة. شو قلت؟ ماشي، خلينا نجربه. ايه بنجربه.
خليه يجي بكره. خلاص اتفقنا. يا فرج الله، ربنا ما يحرمني منك ابدا يا رائف، جميلك ده على راسي طول العمر. لك شو هالحكي؟ عم تشكرني على الرد الجميل. انا اهم شيء بدي اياك تجهز لي حالك منيح. استاذ عدنان طيب بس بالشغل كتير صعب. ولا تشيل هم، انا هطور رقبتك. إيه لكان ركز معي منيح. قول لي. انت هتبقى الحصان الاسود اللي اخترقنا التيار المدني في مصر يا عبد الرحمن، وده دور مهم وكبير ومحتاج تدريب اكتر. ان شاء الله يا دكتور، انا مستعد اعمل اي حاجه عشان خدمه الدعوه. بكره ان شاء الله هيجي لك مجموعه من الاخوه في المخابرات، هيقعدوا معاك ويشرحوا لك بشكل عام التدريب الامني اللي هيديهولك طول فتره وجودك معانا هنا. الله المستعان. سيف، عاش من شافك يا روي بيه. أول ما يجي تقرير رامي عن مقابلته لسيف بلغوني. في حاجة تانية ولا ممكن نروح؟ تينا كانت طالبة إذن إنها تروح تقابل سعيد خليل في مكتبه بعد ما تزور أهلها في الإسماعيلية. طبيعي إنها تروح له تشكره بعد ما رجعت. هنسنكم. اتفضل يا فندم. الواد ده اصله كان حرامي، كان بيسعى عدنان يجي بقاله 3 سنين كده. قلنا الشيطان وزه، يمكن يرجع لعقله، ربك ستار حليم. بس اهو لما لقينا مشايرنا هيوسع لك السكه قلنا ما بديهاش بقى. طول عمرك صاحب واجب. معنى كده بقى ان انتوا ليكوا ناس في شركه عدنان. خليك في حالك يا سيف، ما تسالش على اللي مالكش فيه، ركز في اللي وراك. حاضر. المهم هتعمل ايه في مراقبه الجماعه اللي وراك في البنسيون؟ هي مش حاجه شخصيه، هم بيعملوا كده مع اي حد داخل جديد. ودينا بنتسلى بقى، هتسلى عليهم ويتسلوا عليا، يمكن اطلع من وراهم بحاجه. ربك كبير، بس خلي بالك الاماكن اللي زي دي عاده بتكون مصادر لاجهزه كتير، منها اجهزه البلد هنا. واجهزه البلد انت عارف ان في هجره غير شرعيه وهتسكت؟ وليه لا؟ في كل الاحوال خليك حريص وما تقلقش، احنا دايما وراك. ماشي. طب تفتكر عدنان يعني هيعرف يظبط لي ورق رسمي هنا؟ بأسرع مما تتخيل. عدنان برضه ليه ناس اللي بتخلص. طب بالنسبه للمهمه بقى اللي انا جاي عشانها، اول ما ورقك الرسمي يخلص هتقدر تتحرك بسهوله، وساعتها نقدر نتحرك على الخطوه اللي بعد كده. على خير يا رب. معلش، هو اللبس ده ايه؟ خليك في حالك يا سيف. السلام عليكم. مع السلامه. يعني عامله لنا المناحه دي كلها عشان اول شغلانه في حياتك تقدمي لها وما تجيش؟ خلاص يا ستي، في ايه؟ هيجي غيرها وغيرها وغيرها. انت لسه صغيره يا بنتي ولسه متخرجه، وهتبتدي بحاجه صغيره وبعد كده تكبري. انت مش فاكره اللي حصل معايا ولا لا؟ هو انت فاكره ان انا زعلانه عشان الشغلانه اللي راحت؟ انا متغاظه من راحت ازاي؟ يا بنتي دول كانوا كلموني عشان يباركولي، بعدها بيوم اكتشفت ان هي راحت لواحده تانية. كلمتهم سالتهم راحت لها ازاي، راح قالوا لي ماشي هنعرف ونقول لك. ومن ساعتها هم مش بيردوا عليا اصلا. يعني هم كلموكي الاول وقالوا لك تمام، بعد كده رجعوا كلموكي قالوا لك لا؟ بالظبط. يبقى في حاجه غلط. لا، يبقى في حاجه صح. انت شكل قعدتك بره نسيتك الدنيا هنا ماشيه ازاي. الشغلانه دي راحت لصاحبه نصيبها بالكوسه. كوسه كوسه زي اللي انا بقورها دي. والبنت دي اصلا ملهاش فيها. انت تعرفيها؟ كانت معايا في الدفعه، وكانت حرفيا افشل واحده في الدفعه كلها. بس باباها بقى ليه صاحبه عضو في مجلس الشعب، ظبط لها الليله كلها قبل اعلان النتيجه بيوم واحد، ودلوقتي هي هناك وانا قاعده هنا. ليه وانت جاي ينكد عليهم عيشتهم زي ما هم منكدين علينا عيشتنا كده، وقهرنا واخدين حق عيالنا. هو في ايه؟ في ايه بس؟ يعني نسيب لهم البلد دي ونطفش؟ وحتى لو طفشنا يا بنتي هنروح فين؟ ما احنا ملناش غيرها. معلش يا رنا، معلش يا حبيبتي، ولا يهمك. هيجي غيرها وغيرها وغيرها وغيرها. انت شاطره وتستاهلي، مجهودك مش هيضيع. هو الحق ممكن يتاخر شويه بس مش هيضيع. ايه يا ماما؟ ايه يا حبيبتي؟ ايه؟ بقالك ساعه بتقوري بتقوري بتقوري، هناكل امتى؟ ما انا قربت اخلص اهو يا حبيبتي. طب انا هدخل لجد اقعد معاه شويه، بعد كده هرجع اساعدك، يمكن ناكل النهارده. لا هوا على طول اهو. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله منا ومنك يا حبيبتي. تعالي تعالي. وحشتني يا جدو. مال صوتك؟
مش هو اللي انا متعود عليه. ها؟ لا مفيش حاجه. وشكلك متغير شويه يا حبيبتي، في ايه؟ مفيش حاجه، كانوا بيحكوا لي موضوع رانيا فعكننوا عليا بس. ما هو ما هي حاجه فعلا تعكنن. وكتاب الله الفساد اللي انتشر بكره يعمل فينا اللي الصهاينه ما قدروش يعملوه. بس مش ده اللي مغيرك. هو انت ما توفقتيش في سفريتك؟ لا بالعكس، اتوفقت وربنا كرمني اخر كرم يا جد. امال مالك تعبانه كده؟ وصوتك غريب. دايما كده كاشفني، دايما شايفني من قبل ما اقول. مفيش، انا بس خسرت حاجه مهمه بسبب السفريه دي. يا سلام، ولو بكره ربنا يعوضك، ويمكن يعوضك في احسن منها. احسن منها؟ مفيش. طب هي ولا كرم ربنا ليكي في سفريتك؟ ما هو ده السؤال اللي انا مش عارفه ارد عليه. مادام مش عارفه تجاوبي عليه ومحتاره قوي كده، تبقى الخيره فيما اختاره الله. انت يا بنتي ما اخترتيش، سبت ربنا اختار لك. وحط دي في دماغك تمام، الخيره فيما اختاره الله. صح، ونعم بالله يا حبيبي. صباح الفل. يا صباح النور. انا جاي في ميعادي اهو. ايه المهم تضلك هيك؟ نمت منيح وجاي فايق؟ وانا عرفت انام، ده انا عمال ادعي لك طول الليل. طيب ليك، استاذ عدنان عنده عميل كتير مهم، هلا بس يخلص بنفوت لعنده. لا مفيش مشكله، انا مستني. ايه تمام. انت عامل ايه المهم؟ الحمد لله، انت كيفك؟ جزاك الله خير. نورت الشركه يا حاج صلاح. بارك الله فيك يا اخ عدنان. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تعال يا دينا. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، الحمد لله بالسلامه. الله يسلم حضرتك. أنا بجد مش عارفة أشكر حضرتك إزاي على السيمينار ده، فرصة عظيمة. أنا سمعت شوية كلام بجد كان مفيد جدا جدا، وقابلت شباب من العالم العربي كله زي الفل. لا أنا استفدت جدا، ميرسي. صوتك بيقول غير كده، مع ان جالي من هناك فيدباك عظيم. لسه بعتين ايميل بيشكروا فيكي، بيقولوا نشاطك هايل، كاتبين عنك شعر. في حاجه ضايقتك هناك؟ لا لا لا، أنا بس قبل ما أجي لحضرتك هنا اتخانقت مع مديري في التليفون خناقة كبيرة جدا، فعشان كده تلاقيني لسه متضايقة شوية. ليه كده؟ مفيش، بعد ما جابوني من هناك وسموني ريجنال مانجر، جايين دلوقتي بيقولوا لي لا احنا هنفتح المكتب الإقليمي الجديد في اسطنبول وهنعين مدير إقليمي جديد هناك، ومكتب مصر ده هيبقى مكتب فرعي بس. فده معناه بقى ان كل حاجه هتقل، البوزيشن بتاعتي هتقل، الباكج هيقل، المرتب، البنفيتس، كل حاجه. بس ده تصرف غريب قوي. بوليتكس يا دكتور، ما حضرتك عارف اكيد يعني. تركيا بتدعم المنظمه، فلوس كتير جدا، فهم عايزين يرضوهم. ماشي هم حرين بس مش على حسابي. انا شايفه حضرتك بتضحك، يعني حضرتك شايفني مقفوره او يعني؟ لا ابدا، بس بصراحه اللي حصل ده جه لمصلحتي. انا اصلا في موضوع كده كنت عاوز افتحك فيه، مش عارف اقوله ازاي. الموضوع ايه؟ قصد حضرتك ايه؟ مش فاهم. انا عاوزك معانا هنا في الجبرتي، عاوزك تشتغلي مديره تنفيذيه في المركز بالصلاحيات اللي انت عاوزاها والباكج اللي كنت شغاله بيه في المنظمه بتاعتك. ها ايه رايك؟ كتير 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 عجبني الابروتش اللي انت اخذته في موضوع القبضه الامنيه. شابو مينا. كنت متاكد انه يعجبك. صايع وذكي، قلت كل اللي بدك اياه وادنتهم وما حدا بيقدر يقرب لك. الحاجه ام الاختراع، حطيت الكلام على لسان مصدر مجهول رفض يكشف عن شخصيته، والقانون
بيحمي الصحفي ان هو يكشف عن مصدره. برافو. رح ابعت الموضوع لاسحاق فورا، كتير كتير رح ينبسط، وانت رح اطلب لك مبلغ رح يعجبك. في ضابط مباحث بره بيسأل على مينا. انا؟ اوعى تتحرك من هون. كومبون، تعال ورايا. وفي ايه يا مين؟ ما تروح تشوف في ايه؟ تفتكر يا اكرم الغاز اللي في المتوسط السبب في كل اللي بيحصل ده؟ مش لوحده، اكيد في اسباب تانية، بس ما ننكرش ان الغاز له دور كبير في الجيم ده. لدرجه ان هم يصرفوا كل المبالغ دي؟ انت شفت التقرير اللي طلع امبارح عن الارقام المرصوده لتفتيت المنطقه ودخولها في حاله من الفوضى؟ انت تعرفي هيئه المساحه الجيولوجيه الامريكيه قدرت غاز شرق المتوسط بقد ايه؟ 345 تريليون قدم مكعب. مصر نصيبها منهم مش قليل، ده غير البترول. يعني كده هم ما صرفوش حاجه. الناس دي بتعمل دراسات جدوى وبيحسبوها كويس قوي عشان يطلعوا في الاخر كسبانين. ده غير ان هم عايزين يخلصوا من القضيه الفلسطينيه ويوجدوا لهم وطن بديل. بس طبعا ما فيش دوله وطنيه متماسكه هتقبل بالحل ده. يبقى ما قدامهمش غير حل واحد، ان هم يفتتوا ويقسموا ويطلعوا بعد العك ده كله بحته ارض يحلوا بيه القضيه. عشان كده عينيهم هتفضل على سينا. الامور شكلها ما يطمنش، مش عندنا بس، في بلاد كتير. اللي يشوف الطوفان جاي عليه وما يستعدش وياخد باله اكيد هيواجه مشاكل كبيره. عشان كده احنا لازم نعمل اللي علينا ونحذر من اللي احنا شايفينه ونجهز لأسوأ السيناريوهات. واللي بنعمله النهارده اكيد قدام هنحتاجه. كويس اني لقيتكم انتوا الاثنين. عندي خبرين احلى من بعض. مينا نزل البروجرام على كمبيوتر سهيلة، وعبد الرحمن بعت الميل من كمبيوتر في المركز. يعني كده بقينا راكبين الشبكتين. برافو يا فندم، انا عايز افهم انا عملت ايه؟ اللي انتوا بتعملوه ده غلط وهتتحاسبوا عليه، انتوا واللي فوقيكم. لو سمحتي يا استاذه، يلا يا ابني بلاش عصر، يلا. ما تخافش يا مينا، رح تطلع وهم رح يفوتوا مكانك. دامت. الناس دي بتشتغل بسرعة جدا يا فندم، والعرض اللي عرضوا عليا سعيد خليل يأكد الكلام ده. ده سفرني اخد النو هاو، وخد موافقة نازلي عليا، وخلى جبران يمشيني من الشغل، وعرض عليا اشتغل معاه، وكل ده في وقت قياسي. ايوه مظبوط. انا حاسه ان انا مش هعرف اغطي كل نشاط سعيد ومراته وانا بشتغل معاهم في المركز. اي نعم هبقى قريبه منهم جدا وانا بشتغل معاهم، لكن في حاجات كتيره قوي هتحصل بره انا مش هشوفها. عايزه توصلي ليه؟ نجند حد يساعدني ويغطي الجزء اللي انا مش شايفاه، وفي نفس الوقت يبان لهم ان انا بقرب من المصادر بتاعتي وبحاول اجندهم. قصدك انجي؟ انجي ممكن تكون معارضه شرسه ومتهوره كمان يا فندم، وليها مواقف عنيفه ضد حاجات كتير في البلد، بس وطنيه وذكيه ونيتها كويسه، وده اللي يهمنا. ميرسي قوي يا انجي، حلو قوي بجد. مع اني كنت متوقع تكون هديه اشقى من كده. شقية ازاي يعني يا دكتور؟ قولي لي، اتبسطتي في السيمينار؟ بصراحة أنا فهمت يعني إيه إنه تغيير الأنظمة ده فن وعلم. هو بس مشكلتي الوحيدة معاهم إن هم مدين مساحة كبيرة قوي للإخوان. في انجي، هما الاخوان دول يا بنتي كانوا ضرتك؟ انا عايز اعرف، مش الاخوان دول فصيل سياسي؟ بس مختلفين معاه في كل حاجة تقريبا، ومش محتاجينه. حضرتك لو كنت حضرت معانا بنفسك كنت عرفت إن الموضوع مش صعب. احنا نقدر من غيرهم ان احنا نشحن الناس ونحركهم ونجبر الناس. انا مش محتاج احضر معاكم عشان اعرف الحقيقه دي. انجي، الظروف اللي بتمر بيها البلد دلوقتي يقدر اي واحد ينزل الناس الشارع، بس معيار القوه مين اللي يقدر يرجعهم؟ وده سر قوه الاخوان. صحيح هم فصيل قليل، لكن عندهم السمع والطاعه. كلمه منهم يقدروا ينزلوا أتباعهم الشارع، كلمة برضو يقدروا يروحوهم. تفتكري يا إنجي أنا أقدر أعمل معاكي كده؟ لا طبعا،
عشان احنا فصيل سياسي مش قطيع غنم. ساعة الجد اللي عايز يتفق أو يعمل ديل لازم يتفق معاهم. ده كلام رجالة كبار في دول كبيرة، لا بتعرف تهزر ولا تجامل. الناس دي حطت رهانها على الإخوان، والشاطر بقى اللي يعرف يظبط نفسه معاهم دلوقت. يعني حضرتك شايف ان الناس ملهاش اي دور خالص؟ اوعى تفتكر اني مبسوط من اللي بقوله لك، بس السياسة فن الممكن والغاية تبرر الوسيلة. تأكدي أنا لو عرفت إني غلطان مش هزعل أبداً، بالعكس الخسارة هعوضها، وهكون فرحان لو الناس طلعت أحسن مما كنا نتوقع، بس ما أظنش إن ده هيحصل. حكاية إنجي دي عاوزة لها ترتيب. أنا عايزك في المرحلة الأولى عند سعيد تكسبي ثقته، ما تعمليش أي حاجة تخليه يشك فيكي. حاضر. طيب على الأقل ممكن أحافظ على العلاقة الإنسانية اللي بيني وبينها، أظن دي ما فيهاش حاجة. لا ما فيهاش. قولي لي إيه تقييمك لنازلي؟ جرى ايه يا معالي الوزير؟ انت نسيت نفسك ولا ايه؟ الظاهر انت اللي نسيتي نفسك، ونسيتي اني ماني عميل شغال عند حضرتك وبياخد اوامره منك. لا طبعا. هو في عميل بياخد الفلوس اللي بتاخدها دي يا معالي الوزير؟ حتى لو كانت عمولة بنك. اياكي ثم اياكي يا نازلي تعتقدين اني ممكن تلعبين بهذه الورقه علي. انا ما يهمني احد. اصحي يا صغيره واعرفي مع مين بتتعاملين. احنا دولة كبيرة واللي نقدر نعمله كتير. دولة كبيرة؟ زين. الدول الكبيرة تحتاج مصاري كثيرة، لكن الدول الصغيرة مثلنا يكفيها القليل، وحنا والحمد لله عندنا ما يكفي ويزيد. الدور عليكم انتم اللي لو ما طلع لكم حظ بخط البترول الله أعلم إيش راح يصير فيكم. بلغي اللي مشغلينك يا نزولة إننا شركاء، وأنا الطرف الأقوى، أنا اللي معايا المصاري، وأنا اللي موجود على الأرض وبين الناس وجوا عقولهم بعد. ولو ما يريدون يشتغلون معانا أهلاً وسهلاً. القنوات اللي بتتاجر ما في أكثر منها. سلام يا نزولتي. صباح الخير. صباح الخير. معلش نزلتكم بدري أنا عارفة، بس أنا بحب أبتدي شغلي بدري جدا الصبح. يا رب تستمر كده على طول. بصوا عشان تسامحوني جايبه لكم شويه كرواسون وحاجات حلوه كده. كتير قوي كده. حاجات حلوه. ما كفايه انت. مبروك يا دينا. تعالي اوريكي مكتبك. يلا عن اذنك يا دكتور. اتفضلي. كفاره. معقول يا فندم؟ اهون عليكي تسيبيني مرمي الرمية دي كلها؟ والله ما هونش ولا حاجه يا مينا، بس الشغل شغل، وهتشوف نتيجه اللي حصل ده بعدين. وانا لسه هشوف؟ ما انا خلاص شفت. احكي لي بقى ايه اخبار سهيله؟
الله يسلمك. ما يجي بقى لرجالها. تسلم يا فندم. عايزك تحكي لي بقى كل اللي حصل من ساعة ما رحت هناك لغاية ما جيت وخبطت هنا. حاضر. الشاحنة هي حمولتها كتير كبيرة والاتفاق اللي سويناه بالسعر كتير منيح. الشرط الوحيد انه لازم نستلم الشاحنة من على خط الحدود ونيجي بيها لهون. عادل بيعرف الطريق، مش أول مرة يروحوا. أهم شيء بتستلموا الشاحنة تيجوا لهون بالسلامة وأنا رح أكون بانتظاركم. وديروا بالكم على حالكم. مش عايز حاجة؟ بدي سلام. يلا سلام. يلا مع السلامة. سلام ملبن. ياه أخيراً اتلم شمل الشباب المناضلين اللي كانوا مشتتين في الأرض. وحشني والله قوي. وانت كمان. يا فرج. طب بمناسبة بقى الاجتماع الغير عادي ده، أنا عايزة أقترح عليكم حاجة. يا خوفي على الاقتراحات اللي بتيجي بعد السفر لبلاد الفرنجة دي. لا والله ده اقتراح دوماستيك ولوكال على الآخر. بصوا في ورشة عمل عن دور الشباب في الحياة السياسية اللي بتديها دينا أبو زيد. إيه رأيكم نروح مع بعض كلنا ونشجع بعض؟ أنا شخصياً موافقة. يا أخي المكان هنا جميل، إيه المناظر الطبيعية دي؟ عقبالنا. أنا عارف إنك تعبت من السواقة، والله أنا بودي أساعدك بس ورقي لسه ما خلصش. لو اتمسكت دي فيها كلبوش. معلش هيك أحسن. معلش. قطع طرق. قطع طرق. اجري. أجري فين؟ اجري. والله محيي اصلك. والله برافو عليك. والله يا رائف انا لقيت مره واحده عادل خاف وعمل فيها قطه ونزل يجري وسط الشجر. حاولت اساعده بس انا كنت فلوس انا كمان. انا خايف يرجعوا له ويأذوه ولا حاجه. هو يختار طريقه ويتحمل المسؤوليه. حيوان لا صان لقمة العيش ولا احترم المكان اللي بياكل منه. كان متفق مع الحرامية يسرقوا الشاحنات ويتهموك فيها. ايه ده؟ بس الله رد كيدهم لنا حرام. من اليوم انت راح تكون مسؤول قدامي عن كل عملية الشاحن بالشركة. رقبتي. وإقامتك خلال أسبوع بتكون معك. مبسوط؟ ايه طبعا مبسوط. ربنا يبارك لي فيك يا رب. ربنا ما يحرمني من افضلك وجمايلك دي. ايه الحلاوه دي؟ شو رايك؟ انا مبسوط جدا. ايه الحلاوه دي؟ الحمد لله. الحمد لله. امن دوله او المخابرات. في الحقيقه انا ما اعرفش حد هنا ولا هنا، بس اسالك، بس انت ليه عايزني اوصلك بحد في الجهازين دول بالذات يا وائل؟ بص يا باشا، انا من ساعه ما اشتغلت مع سعادتك وابتديت ادور في شغل المحطه والناس اللي فيها وانا شامم ريحه كده مش عاجباني. في الاول كنت بقول لنفسي يا واد انت مؤسس ومكبر المواضيع، بس النهارده بقى حصل اللي اكد لي كل اللي انا حاسه. اللي هو ايه بقى بالظبط؟ محمود نصر بيلعب لعبه كبيره قوي، اكبر من موضوع غسيل الاموال وتهريب الدولارات والكلام ده. لعبه ليها علاقه مباشره بامن الدوله وشغل المخابرات، والمحطه دي بقى غطى على كل البلاوي الزرقاء اللي هو بيعملها دي. لا اسمح لي يا استاذ وائل، مش للدرجه دي. انت كده بقيت موسوس قوي فعلا. طب والله العظيم يا فندم ورحمه ابويا زي ما بقول لسعادتك كده، انا حتى عرفت ان هو بيتواصل مع حد وبيتفق معاه على ضرب تقارير واخبار وافلام وثائقيه عن البلد. ومين بقى اللي هيتفق مع محمود نصر على حاجه زي كده؟ استاذ ناصر مدير المحطه في المركز الرئيسي. عرفت ليه بقى سيادتك انا محتاجك توصلني باي حد في امن الدوله او المخابرات؟ كل تقارير المراقبات والتفتيش وتقارير العملاء اللي تم دفعهم عليه جات إيجابية جدا. غير إن عنده أكثر من نقطة قوة. رياضي، شجاع، ذكي، له خبرة كبيرة بالعراق، خصوصاً تهريب البضائع من الحدود. غير إن ملفه في مصر نظيف تماماً. أنا رأيي إن هذا العميل نموذجي ومنتظر الموافقة حتى أبدأ أشتغل عليه. شو رأيك ريكاردو؟ أنا متفق مع داود في كل إشي ما عدا إشي واحد. شو هالإشي يا ريكاردو؟ الرجل
خامة جيدة جدا، ونحن ممكن نستفيد منه في أكثر من مكان، ولكن أنا بدي أشتغل على تجنيده بنفسي. عبد الرحمن نصار، مهندس معماري. عبد الرحمن، تمام. وقاعد في البيت طبعا. ده انا ممدد تحت المروحه والله. اتفضلي. منار عبد المنعم العربي، ثالثه اقتصاد وعلوم سياسيه. منار عبد المنعم العربي. اهلا بيكي يا منار. بس انت اسمك مش في الليسته. انا اشتركت النهارده الصبح واسمي موجود بره على الريسبشن. حضرتك ممكن تتاكدي منهم. ما ينفعش تبقي بتدي ورك شوب ومش ابديتد باللي بيحصل. معلش يا دينا، يا سنه زالف شويه. انا خدت بالي. اهلا بيكي، منوره. انا مش محتاجه اسال. عارفه بقى اكتر حاجه كانت مهونه عليا بعدك ساعه لما رجعت مصر كانت ايه؟ هو في اصلا حاجه ممكن تهون عليك بعدي؟ انت ليلتك مش فايته. يا ريا في ايه؟ ده انا بعترف لك. انت ما لما تعرفي بقى ان هي واحده ست كمان. واحده ست مين؟ هتهزر؟ ايه ده يا سيد؟ ست مين؟ ايه ده لالوشك؟ في ايه؟ ست مين انت؟ منار اختي، البنت طالعه شباب في كل حاجه والله العظيم. منار؟ لا ما بقتش منار بقى خلاص، البنت بقول لك نسخه مني. شخصيتها بقى قويه جدا، بتثبت اي حد، جريئه، بتتعامل كانها بنت ملك. برافو. انا شفتها كده قلت مش ممكن، دي شبه دينا في كل حاجه. سئيله، رخمه، ما بتعرفش تهزر، انطق، مش كده بنت بقول لك يعني ولو اتقسمت نصين. طمنيني عليك، اخبارك ايه؟ اهلا وسهلا بيكي يا منوره. بجد حاج صلاح؟ والنبي صحيح؟ طب وحياة الحمام ده ولا موعك له؟ تصدق وتؤمن بإيه؟ قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أنا لسه امبارح بفكر إن أنا أرجع مصر على أول طيارة بكرة. استنى بس يا أخ سيف، وحد الله. أنا قلت لك هاي فرصة، يمكن ربنا يوفقنا فيها ويمكن يكون شايل لك الخير في مكان تاني. وأنا طول يا حاج صلاح، هو أنا طول؟ ده أنا أتمنى أي حاجة، والله العظيم ثلاثة أنا لو تعرف حالي أنا أصعب عليك. طب تصدق وتؤمن بإيه؟ قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أنا لسه امبارح برضه بفكر هقول لأبويا وأمي إيه؟ واحد خسر كل فلوسه في العراق ورجع لهم إيده ورا وإيد قدام. ليك أنا والله العظيم تشكرت فيك على قد ما قدرت. هو شاب أصلا طيب مثل حالاتك وبيفكر يدخل الإسلام، وهاي سبب معرفتي فيه. ربنا يبارك لك يا رب ويجازيك كل خير على اللي بتعمله معايا ومع الناس كلها. طب وانا هشوفه امتى ان شاء الله؟ انا مش بتنك يعني، بس انا مش لاقي اكل والله العظيم خالص. هو بيشتغل باحث، بينشر ابحاث بالجامعات وينشرها، وله شغل تاني بالصحافه بس انا مش فاهمه منيح. عموما تشوفه وبساله مثل ما بدك. ساكت يعني؟ أقول إيه؟ أي حاجة، بس ما تسكتش كده. أبوكي عنده حق يا سلمى. عنده حق. عنده حق في إيه يا حازم؟ عنده حق يرفض جوازنا مع انك ابن اخته الوحيده. هو عارف كويس قوي احنا بنحب بعض قد ايه.
عنده حق يعمل أي حاجة عشان يمنعك إنك تكملي حياتك مع واحد زيي، حتى لو كان من دمه. بتقول ايه؟ أبوكي بيحبك يا سلمى، اللي بيحب حد بيخاف على مستقبله، يمنعه إنه يأذي نفسه حتى لو كان غصب. هو انا لما ببقى عايزه اكمل حياتي مع البني ادم اللي بحبه ببقى باذي نفسي يا حازم؟ ولا هو للدرجه دي سهل انك تخسري؟ اللي أبوكي قاله فوقني. وما تزعليش يا سلمى، واحنا لازم نسيب بعض. عشان بحبك لازم نسيب بعض. سلام. وماله العريش؟ حلوة ومش بعيدة، وهو تغير جو برضه. أنا مش عايز أغير جو، أنا عايز أهج من كل اللي نفسي فيه ومش طايله. ليه بس يا حبيبي؟ الله، إذا كان على الزمالة بتاعت بره هتيجي والله، كله بأوانه. والله العظيم دي حاجة تضحك. بتمنى زمالة من إنجلترا ونجي المستشفى في العريش. أنا عايز أسألك سؤال. اتفضل. هو أنت بتدعي لي وأنت بتصلي؟ والله كل يوم بدعي لك. بتقولي إيه؟ يا رب اديله على قد نيته. عشان كده هي الدعوة دي اللي بتعمل فيا كل الكلام ده. ليه؟ انت مش بتقول وظيفة كويسة ومرتبك هيزيد؟ ده العريش دي انا بحبها جدا، انا ممكن اجيلك، ما تقلقش، انا بتحسن. لا أنت اللي ما تقلقيش، لو الإشاعات والتحاليل أنا هظبط أجازتي وأروح معاكي من غير ما حد يحس. ربنا يخليك ليا، ولو اني مش عارفة البيت ده فيه حاجة بتقرصكوا، كلكوا عايزين تسافروا وتسيبوني. بتقرص يا أم سيف؟ هو احنا قاعدين في عشة فراخ؟ وإن شاء الله يا ستي كلها كده كام شهر وهنرجع نتلم تاني تحت رجلك. بس انا هسافر لما انتوا تيجوا. سفر ايه يا حازم؟ ما ينفعش يا ابني، هتسيب امك لوحدها. مش كفايه انا؟ يعني ايه بقى كويسه؟ اعقل بس يا حازم، اعقل اعقل واستناني لما اجي. انا شويه وهنزل مصر باذن الله. قرار ايه اللي انت خدته؟ يا ابني انت راجل البيت دلوقتي، ما ينفعش تسيب امك وابوك. استنى بس لما اجي ونبقى نتكلم. سامعني؟ الو يا حازم، مش وقتك خالص. راح ينجن لما اختفيت من وجهه تماما، والمصاري اللي معه خلصت بعد ما دبرنا طرده من شركة عدنان. صار لازم نلتقي فيه بأسرع وقت ممكن، بس خلينا ننتظر إيزاك ليرجع من سفريته وبعدين نتناقش في الموضوع. الشباب بيفرح يا دكتور والله، طاقة وحماس وإيجابية ومثقفين أكتر ما كنت فاكرة بكتير الصراحة. الجيل ده هو اللي هيغير المنطقة، هينجح في اللي احنا فشلنا فيه. عشان كده عاوزين نهتم بيهم ونساعدهم. حضرتك تفتكر التغيير جاي بجد ولا بيسيبونا نتسلى؟ العالم كله فاهم ان تغيير المنطقة هيحصل. يعني العالم مستغني عن الأنظمة اللي في المنطقة وهيسيبهم يقعوا عادي؟ وجودهم اصبح باد فور بيزنس، بس لو الشعوب اتحركت بيعهم هيبقى اكسب كتير من الوقوف جنبهم. علشان كده انا بطلب منك ان انت تختاري افضل العناصر اللي انت بتدربيهم، ونكثف مجهودنا في ان احنا نعلمهم وندربهم. أنا ابتديت أعمل كده فعلا. اهم حاجه ان شخصياتهم تبقى مؤثره، يبقوا مؤمنين بالقضيه ومضمونين. والمهم كمان إن هم ما يبقوش معروفين عند دوائر الأمن.
والا نبقى بنحفر في البحر. تعرف ان انت فيك حاجه من ليزا اول ما اتقابلنا؟ انا حلوه كده؟ قمر. انا قريت السي في بتاعك كويس يا سيف. هو ملخفن شويه انا عارف، بس معلش بقى اكل العيش مر. تسلم ايديك. شكرا يا سيف. اتفضل. اللخفنه دي ممكن تكون نقطه قوه. كويس انه يكون عندك خبره كبيره ومتنوعه، بس اللي مش كويس انه ما يكونش عندك خبره طويله في حاجه بعينها. يعني هو حضرتك تقصد ان انا يعني ما ينفعش في الشغلانه دي؟ صبرا يا اخ سيف، ما تتسرع. احنا منظمه اغاثه عالميه يا سيف، نشاطها الرئيسي مساعده اللاجئين في كل الدنيا، وعندنا موظفين ومتطوعين بالالاف. يا ما شاء الله، ربنا يجازيك كل خير، هيقعد لكم الخير ده والله. اهم حاجه في شغلنا يا سيف الايمان بالدور اللي بتعمله والمهمه اللي بتأديها. احنا عندنا مسيحيين بيساعدوا مسلمين، يهود بيساعدوا فلسطينيين، ملحدين بيساعدوا متدينين ومتشددين كمان. عارف ليه؟ ليه؟ لأن الإنسانية ملهاش دين ولا جنسية. كل اللي بتحتاجه الإحساس بالغير بس. الله، الإنسانية ملهاش دين ولا جنسية. على فكرة أنا مفيش حاجة مضيعاني في حياتي غير إحساسي بالغير ده والله. دي أكتر حاجة مضيعاني. يعني أنا تلاقيني مثلا إيه بساعد أي حد أعرفه أو ما أعرفوش، يسوى أو ما يسواش، ويجي يطعني في ظهري، بس أنا برضو إيه أساعده وأقول كل الوجه الله تعالى. الحقيقه مستر ريكاردو، الاخ سيف من يوم ما عرفته مثال للاخلاق والانسانيه. ربنا يخلي حضرتك يا رب، والله ده من ذوقك يعني. بس ده مش معناه ان انا ما بفهمش في الاغاثه، لا يعني. وانا هناك في العراق كنت بتابع بقى اللي بيحصل وكان ليا ناس اصحابي شغالين في الموضوع ده يعني. بس غريبة انك ما كتبتش في السي في بتاعك كنت تعرف مين هناك وفي انهي منظمة وفي انهي مجال. هي اخت فاضله الحقيقه، ما تتخيرش عن حضرتك خالص الحقيقه يعني. اسمها منويلا دي بقى كانت شغاله في منظمه يعني. كانت تاخد بقى الادويه، تاخد الاكل، توصله بقى في حتت بعيده في العراق. وكانت تكلمني وتقول لي يا سيف تعالى ساعدني، وصل معايا بتاع. فانا كنت بساعدها، بس كنت بعمل ده لوجه الله، ما كنتش بتاخد عنه اي اجر. وليش ما اشتغلت معها؟ غباوه بعيد عنك. وقتها بقى كنت شغال في المطعم والدنيا حلوه والفلوس رايحه جايه وبتاع، فقلت ما لهاش لازمه يعني. انا نفسي اساعدك من قلبي يا سيف، بس السي في بتاعك مش مساعدني لانه مختصر وما فيهوش تفاصيل. انت ممكن تكلمني عن الشغلانات اللي اشتغلتها هنا وفي مصر وفي العراق؟ ده ممكن يساعدنا نلاقي لك الوظيفه اللي تليق بيك. هاي، اشتغلي على الشباب زي ما طلب منك، ورشحي له اسامي يكون في وسطهم اسم انجي، وابتدي اشتغلي عليها فورا. انجي عنصر مهم بالنسبه لنا الفتره الجايه عشان ميرسي. عشان علاقتها بضياء اليماني. مع اني كنت متخيله ان الراجل ده خلاص بقى كارت محروق، قوه تاثيره في الشارع ما بقتش قد كده. في جهات اجنبيه بتستعمله عشان تلميع الكروت اللي لسه ما اتحرقتش، وهو عارف ده وموافق عليه. لما تجهزي قايمه هتجيبيها عشان نرجعها سوا قبل ما تديها له. ما تحطيش اسم منار العربي في الترشيحات، وخلي عينك عليها. متهيألي مش محتاجه اوصيكي. بص يا سيف، من اللي حكيته افتكر انه انسب حاجه ليك انك تشتغل في المخازن، توريدات، استلام البضائع من المواني والمطارات، توزيعها، يعني حاجه زي كده. يا ريت والله. هو انا الاقي، وبعدين انا لهلوبه في الصبر يا صديقي، الصبر. معلش الواحد بس تلاقيه الصبر. احنا مش شركه ولا مطعم، طبيعه شغلنا مختلفه. عشان تشتغل معانا انت محتاج تدريب، بس دي مش مشكله.
هنظبطها. انت معاك سمارت فون مش كده؟ انا معايا تليفوني اهو، كنت هبيعه بقى لو الدنيا ازمت، بس الحمد لله. لا الحمد لله مش هتحتاج تبيعه. الحمد لله. بص، انا هفتح لك الصفحه الرئيسيه بتاع الويب سايت بتاعنا. ده الابلكيشن؟ ايوه، عشان تملى الابلكيشن ونشوف بقى ايه هي الوظيفه المناسبه ليك. ماشي تمام. تروح تملاه الليله وانا من ناحيتي هعمل لك سبورت. بص، انت تدوس هنا. سيف ما خلصت مع ريكاردو لحد دلوقتي؟ لسه يا فندم، بس رجاله رامي مراقبينه ومتابعين مكان المقابله وهيبلغونا اول ما يخرج. اظن طول القعده يا فندم ده مؤشر كويس. مش ضروري يا اكرم، هما مش جايبينه عشان يعرفوا عنه حاجه، لان اكيد عندهم تاريخه من زمان. هما جايبينه عشان يتاكدوا ان احنا مش زينا عليهم. وطول القعده زي ما معناه انهم مش لاقيين حاجه تقلقهم، فممكن يكون معناه انهم مش لاقيين حاجه تطمنهم. بس ريكاردو انا متشكر جدا يعني والله على التعب اللي انا مسببه لك ده. انا ان شاء الله اروح البيت وحامله الابلكيشن على طول. السلام عليكم. سلمني على حسام. حسام مين؟ اخوك الدكتور حازم. الدكتور حازم. بس اشمعنى؟ عاوزين نوظف دكاتره شباب من الشرق الاوسط. عندنا نقص في الباراميديك دكتورز، واخوك حازم اولى. يا بختك يا حازم. باراميديكس دكتور؟ يا بركة دعاك يا أمه. جود لك يا سيف. مع السلامة يا حاج صلاح. السلام عليكم. يا فقري. ايه يا سيف؟ والله شكلك مش هتطلع فقري وهطلع غلطان. ليه بس يا عم؟ اسمع بس، انا لسه راجع من مقابله شغل. الناس بيفكروا يشغلوك معاهم يا ابن المحظوظه. ما هي كل المستشفيات اللي رحتها عشان اشتغل لسه بيفكروا لحد النهارده، مفيش حد فيهم كلمني. والله انت اللي شكلك هتترفد بعد ما جبت سيرتي هناك. ما قلت لك انا اسمي لوحده بينحس كره بحالها. يا ساتر على الاحباط اللي انت فيه. طب والله العظيم انا حاسس ان المقابله دي فيها خير، وفيها لقمه عيش حلوه ليك وليا. يا رب يا اخويا. قدم بس انت المشيئه وما تبقاش محبط كده. ولا امشي خلينا نملى الابلكيشن. ماشي يا عم سيف. بقول لك يا حازم، انا جسمي مكسر. اخد حاجه ولا اخد دش دافي واخش انام؟ حاسس انا بقالي سنه ما نمتش. لا خد دش دافي ونام احسن. ماشي. قول لي، امك اخبارها ايه؟ كويس؟ تتحسن والله يا سيف. النبي تعرفهم بتقول كده؟ انا هقول لك اي كلام ليه؟ ما بتتحسن. انا كل مره بنزل مصر باخدها وبنروح للدكتور وبطمن عليها بنفسي. خلي بالك من نفسك انت بس. طيب يا حبيبي، خلي بالك منها. ماشي يلا. سلام. سلام. وشو رايك فيه بعد ما قعدت معه؟ الرجل نبرة صوته كانت طبيعية، وحكى كل إشي بثقة وبدقة. حتى حركة جسمه ما كان فيها أي إشي ملفت. الشغلة الوحيدة اللي خباها هي طبيعة علاقته بمانويلا، وهذا طبيعي. يعني بدك تقول ان تقرير جاك اللي وصلنا عنه صحيح؟ أنا ما بحب أعتمد على تقييم غيري، بس ما أظن أنه مدفوع علينا. حتى لما ذكرت له اسم الضابط تبع المحطة المصرية كان رد فعله طبيعي جدا، مع أني ذكرته باللحظة اللي هو كان متخلي فيها عن حذره، كان مطمن للقاء ومستعد للرحيل. طيب خلينا نتابع تصرفاته ومكالماته ونشوف، وبعدها ناخذ قرارنا النهائي. طيب عندنا دلوقتي فرصة ان احنا نشتغل عملي شوية. كلنا عارفين ان انتخابات مجلس الشعب خلاص كمان شهر ونص. فدور الشباب هيبقى ايه بقى؟ ما تقولوليش بس التصويت، هيبقى ايه في ان احنا ننزل للناس نقنعهم ان هم يمارسوا حقهم الانتخابي. نعرفهم بس الاول ان من حقهم يعيشوا زي البني ادمين. يا ابني بطل الاحباط بتاعك ده. اذا كنت انت نفسك مش مقتنع يا وليد هتقنعهم ازاي؟ وبعدين انت هتكلمهم بانهي لغة؟ مش عارف انت تكلمهم بانهي لغة اصلا. مساء الخير يا شباب. اهلا. نور يا دكتور. اسمحي لي يا دينا يعني اعطلك دقيقتين كده. اكيد طبعا، ده حضرتك مشرفنا. ربنا يخليكي.
أنا طبعا فخور بيكم جدا ومتابع كل الأنشطة اللي بتعملوها، ولسه خطوات كتيرة جاية جدا. في عندنا ورش عمل بره مصر، وفي منح دراسية في جميع جامعات العالم، وفي تبادل ما بيننا وبين كثير من الدول. عشان كده أنا بقترح إن كل واحد فيكم يقدم فكرة عن مشروع ممكن ننفذه في المركز هنا. هنختار أفضلهم. ده احنا كنا لسه بنتكلم عن دورنا في الانتخابات الجايه. اعتقد دي فرصه كويسه قوي نبتدي بيها. هايل. طب ايه رايكم بقى؟ انا بقترح ان بكره ان شاء الله تجتمعوا مع بعض وتعملوا يوم عمل طويل، اشتغلوا يعني كجروب، ها؟ نحط الافكار دي تحت الميكروسكوب وخصوص الانتخابات وننفذها. اعتقد بكره اجازه. ايوه صح. 6 اكتوبر على ما اظن. ايوه، كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور. كل سنه وانت طيبه. ولو اني مش من انصار الاحتفال المبالغ فيه في اليوم ده. ليه يا دكتور؟ كل الدول بتحتفل بانتصاراتها. مش لما نبقى متاكدين ان دي انتصارات؟ مش فاهمه قصد حضرتك ايه؟ دي حرب ونتيجتها معروفه، مش وجهه نظر تقبل تكون صح او غلط. هايل. طب ايه رايكم بقى ان احنا نقوم بدراسه عن الموضوع ده، حرب اكتوبر، نجمع كل الاراء اللي اتكلمت في الموضوع ده بما فيها اراء الاسرائيليين، واللي هيقدم مشروع عن الموضوع ده هموله. جود لك. ميرسي يا دكتور. هي ايه الحكايه بالظبط؟ انتوا جايين تشككونا في الانتصار اللي حالتنا؟ يعني حتى الحاجه اللي لما الناس حواليها عايزين طلعوها فنكوش. يا ستي اهدي يا انجي، في ايه؟ ما حدش عايز يشككك في حاجه على فكره. وبعدين دكتور سعيد كلكم عارفينه، وعارفين رايه في الصراع العربي الاسرائيلي كويس قوي، وقايله في كتبه وفي ندواته. مش عايزه تقتنعي، دي مشكلتك انت، ما تقتنعيش. اعملي زي ما هو بيقول، روحي ادرسي الموضوع واطلعي بالحقيقه بتاعتك انت. المهم الحقيقه العدو اعترف بيها، مش محتاجين نقرا تخريف وكذب كتبوه بعد ما فاقوا من الالم اللي خدوه. والفيديوهات اللي بيعترفوا فيها بهزيمتهم موجوده، وصور الصدمه على وش موشي ديان وجولدا مائير، وصور ضباطهم وعساكرهم وهم راجعين بالبيجامات الكاستور موجوده. واكبر ناس فيهم اعترفوا ان الجيش المصري سففهم التراب. ده غير الحكايات اللي موجوده في كل بيت في مصر. الحقيقه احنا حافظينها من اهالينا، مش محتاجين ندور عليها يا دينا. ينصر دينك يا بنت العربي. مش احنا اتفقنا يا جماعه ان كلام المصاطب وحواديت قبل النوم ده ما ينفعش يبقى مصدر لكتابه التاريخ؟ ومفيش عاقل يا عمرو يدور على حقيقه انتصاره عند عدوه، بالذات لو كان عدوه ده معروف ان هو كذاب من زمان. وبعدين كلام مصاطب وحواديت ايه؟ انا بتكلم بادله وصور وشهادات. الموضوع سهل، سينا رجعت لنا. تفتكر يعني هم ادوها لنا صدقه؟ ما اخذ بالقوه لا يسترد الا بالقوه. طيب انا شايفه ان احنا بقى نبطل كلام في الموضوع ده. الموضوع ده اختياري، اللي عايز يشتغل عليه يشتغل، اللي مش عايز هو حر. نرجع بقى لموضوع السيشن بتاعنا. يا نهار اسود، احنا ازاي هنقنع الناس تشارك سياسيا لو مش عارفين ندير خلافاتنا؟ لا معلش بقى، انا هنسحب من الورك شوب دي طالما بيتقال فيها كلام خطير زي ده. وانا معاكي. احنا جايين هنا عشان نتعلم يعني ايه بنا، مش عشان نهدم اللي غيرنا بناه. صح جدا، بس ما حدش فيكم هينسحب. مش عشان انا ديكتاتوره زي اللي بننتقدهم، بس عشان انتوا هنا علشان تعرفوا تواجهوا المواقف اللي مش عاجباكم، ويا ريت تغيروها كمان. نرجع لموضوعنا في البريك. اللي عايز يناقشني انا تحت امرك. تمام؟ هما اتخضوا من كلامك، بس ما تقلقش، بكره يفهموك. تفتكري يا ليزا؟ اللي عرف يشكك الناس من ثورة يوليو والسد العالي وتأمين القناة وحرب السويس والوحدة العربية يعرف يشككهم على أي حاجة تانية. لو كملنا بنفس الطريقة هنبعد الجيل ده كله عن أكتوبر. بس المسألة بقى عاوزة وقت، عاوزة صبر وإصرار. مش مهم يصدقوا دلوقتي اللي أنا قلته، لكن المهم إن هم يتهزوا في اللي هم بيسمعوه العمر كله. ايه اللي بتقوليه ده يا دينا؟ اللي بيحصل هنا واللي حصل في السيمينار ده مؤامره وانا مش هشترك فيها. وطي صوتك. افرضي يا ستي انها مؤامره، الحل ايه بقى؟ ان احنا نمشي ونسيبهم ينفذوها على غيرنا؟ ولا ان احنا نقعد كده ونفهم ايه اللي بيحصل ونحاول نمنعه بالعقل مش بالخناق والصوت العالي؟ انجي انا قلتها لك واحنا مسافرين وبقولها لك تاني، احنا نبان مختلفين بس انا في صفك، انا معاكي. قصدك ايه يا دينا؟ مش هقدر اقول لك اكتر من كده دلوقتي، وانت ليكي الاختيار، يا تثقي فيا وتساعديني وتمشي ورايا عشان نمنع اللي انت خايفه منه، يا اما خلاص امشي عشان ضميرك يريحك. وضميرك مش هيستريح عشان ما عرفتيش تمنعي اذى كبير، عشان ما عرفتيش تملكي اعصابك.
خدي وقتك وفكري لحد بكره. لو فضلتي على رايك ما تجيش هنا تاني، ما اشوفكيش. لو قررتي تثقي فيا وتساعديني تعالي وانا اقول لك ممكن نعمل ايه. سلام. ايه يا عم ده؟ انت ما بتشربش ميه خالص؟ ده انت كان عندك مغص كلوي من النوع الفاخر. الحمد لله على السلامه. الحمد لله. انا بدي امشي الحين. لا لا لا، تمشي فين؟ استنى، انت هتبات هنا، بكره هيتعمل لك تحاليل وسونار ونزور معاك، هو هياخد بياناتك. لا لا لا، انا بقيت منيح. كمل جميلك يا دكتور ومشيني على الحين. ما ينفعش، انت حالتك حرجه جدا. خليه يروح يا دكتور، هو ادرى الحاله. والله انتوا احرار. فك له الكنل على ما اكتب له الروشته. تمشي على الدواء ده اسبوعين، بعد كده تجيلي. يلا. ربك هو الشافي. الله يجازيه خير على اللي عملته معي. السلام عليكم. عليكم السلام. ماله ده؟ وانت كنت مكشر في وشه كده ليه؟ هدول من اللي جم من غزه وقت ما اجتاحوا الحدود. معظمهم رجع، بس في منهم اللي زي هذا قاعدين في جهاد ابو طابل، لا بيروحوا ولا بيجوا، ما بنشوفهم الا القليل وفي الطوارئ. طب يا اخي، ناس غلابه زي دي وظروفهم وحشه، المفروض لما تشوفهم يصعبوا عليك مش تكشر في وشهم. ظروفهم على عيني وراسي، وغلبهم وجع قلبنا، وبنساعدهم على قد ما ربنا بيقدرنا. انما قعدتهم في الخلق دي بعيد عن العيون مالنا زينه. وبعدين ما الدنيا عندهم هديت، لازمتها ايه قعدتهم في ارضنا؟ قاعدين فيها ليش؟ ومين بيصرف عليهم؟ ما تبقاش مفتري يا منظور. هو لو ده حد بيصرف عليه كان بقى ده حاله. وبعدين احنا دكاتره، مهمتنا نعالج الناس، ما يهمناش بقى هو مين ولا مين بيصرف عليه ولا قاعد فين. انا داخل اريح شويه عشان مطبق من امبارح. لو اي حاجه جت تصحيني، حتى لو كان من جهاد ابو طبل. بعتت للعربي؟ بعت له ايميل رسمي وقلت لداوود يخبره اني بدي اشوفه اليوم. اطمن؟ هاي الكلمة مش موجودة بقاموسي، لكن لو تقصد تقييمي الرسمي فكل الإشارات إيجابية من يوم ما قابلته لحد اليوم. ولما حكالي على أخوه خطر لي إنه نحن ممكن نستفيد منه بموقع نحن بحاجته فعلا، بس بيبقى إني أتأكد إنه هو الشخص المناسب. خلي ببالك يا ريكاردو، ما ضل عندنا وقت. أنت قريت التقرير اللي وصلنا من البيت الكبير عن الBST 11؟ تسليم السلطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للجماعات الإسلامية؟ طبعا قريته، عشان هيك أنا نويت أكثف شغلي مع سيف من اليوم. يبدو يا إيزاك إنه اللي كنا مستنينه رح يحصل. صباح الخير. صباح النور. كنتي فين يا هان؟ ما نمتش الا وش الصبح وراحت عليا نومه، احمدي ربنا انا لحقت اوصل قبل ما تبداوا. انا موافقه، بس وديني لو طلعتي تشتغليني لا اقتلك، ماشي؟ يما خفت منك. طب يلا بقى يا موافقة، عشان عندنا حاجات عظيمة هنعملها مع بعض. يلا. ما تخافيش يا انش، انت اخترتي صح. اللي هو ايه بقى يا دينا؟ اللي هو البلد. مش انت قلبك على البلد؟ طب اخترتي صح. يلا بلاش غلبة حشرية. انا عرفت. مبروك يا سيف. ربنا يخلي حضرتك يا رب، والله انا ما هنسى الجميل ده ابدا طول حياتي. الشغل ما فيهوش جمايل يا سيف، انت اتقبلت يعني تستاهلها. اقعد بقى عشان افهمك طبيعه شغلك. انا من ايدك دي لايدك دي. الوظيفه بتاعتك بقى هيكون اسمها لوجيستيك اوفيسر. اسمها لوجيستيك اوفيسر. انا هشرح لك ما تقلقش. انت هتتمرن معانا هنا لحد ما تبقى جاهز،
وبعدين نحدد لك البلد والمكتب اللي هتشتغل فيهم. بكرة هنبدأ تمرينك على السوفت وير الخاص بتاع العمليات اللوجستية للمنظمة. يعني إزاي هتتتبع حركة البضائع من لحظة خروجها من المنظمة حتى وصولها إلى اللاجئين، وبرضه إزاي هتسجل كل الشحنات الواردة والصادرة للمنظمة. مفهوم؟ مفهوم جدا. انا ان شاء الله يعني والله هشرفك باذن الله، هشرفك. لوجيستيك اوفيسر، يا بركه دعاك يا أما. طول ما هم فرحانين باللي بيقول لهم مصر مش تونس مش هيتحركوا. احنا بنعمل اللي علينا يا اكرم وبننبه كل يوم. يا فندم الوضع من سيء لأسوأ. تقارير الرأي العام الأخيرة كلها ما تطمنش. اللي حصل في انتخابات مجلس الشعب وبعدها حادثة القديسين مخليه الشارع كله بيغلي. أنا مش فاهمة ازاي لحد دلوقتي ممكن يبقى في حد لسه مش شايف. اللي احنا بنقوله زمايلنا كتير في أجهزة تانية بيقولوه. طب والعمل يا فندم؟ ما قدامناش غير إن احنا نستعد للأسوأ. شكلك مش مبسوط يا سيف. لا مبسوط والله وكل حاجه، بس انا ما تخيلتش ان انا اتعين في مصر بالسرعه دي. حظك الحلو. اللوجيستيك اوفيسر للمكتب عندنا في مصر شغله مش كويس، عاوزين حد شاطر مكانه، وزي ما بتقولوا عندكم في مصر جوحة أولى بلحم توره، واحنا ما لقيناش حد أفضل منك للمكان ده. ولا أنت مش عاوز؟ لا مش عايز ايه؟ هو حد يطول؟ انا هرجع اعيش وسط اهلي، ده فل قوي. بمناسبة أهلك، أنا عاوزك في حاجة مهمة قوي بعد ما تسلم عليهم وتقعد معاهم يومين ثلاثة كده وترتاح لك شوية. اه طبعا تحت أمرك. احنا عندنا مواد إغاثة مستعجلة وضرورية قوي، فيها أدوية ولبن أطفال وحاجات زي كده، عاوزين نوصلها لأهل قطاع غزة المساكين. وانت عارف يعني الحصار اللي هم عايشين فيه في اليومين دول. والله دي حاجة تقطع القلب. احنا حاولنا ندخلها عبر المعابر وفشلنا، بس في تقارير بتجيلنا بأن التجارة اللي بتحصل بين قطاع غزة وسيناء بتحصل عن طريق أنفاق تحت الأرض. أنا مش عارف لو أنت سمعت بحاجة زي كده ولا لأ. بسمع. عشان كده يا سيف ينفع انك تروح تقعد لك يومين ثلاثة كده عند اخوك في العريش وتجيب لنا معلومات عن الانفاق دي. معلومات ايه بقى؟ يعني احجامها، لو احنا عاوزين نوصل المواد دي هنوصلها ازاي، بالعربيات ولا بالقطع، التكلفة، الفلوس يعني، وعاوزين نضمن امان العملية دي من الناحيتين.
ماشي، انا ممكن اجيب لك من ناحيه مصر يعني، انما من ناحيه غزه اجيبها ازاي؟ دي صعبه. لا ما تقلقش، امر القطاع انا دبرته. ماشي، بس هو الموضوع ده يحتاج مصاريف كتير قوي. انا عارف، عشان كده انا هطلع لك مكافأة بعيد عن مرتبك. $1000 كويس؟ كويس ده كويس جدا. هو حد لاقي؟ يا ريت. بس في حاجة تانية، الأمن هناك مفتح عينيه قوي، وأنا لو اتمسكت بصراحة يعني هتروق. انا عارف، بس برضو انا عارف ان واحد زيك مش هيغلب انه يؤدي المهمة دي بامتياز. عشان كده انا هشرح لك على طريقة توصل لنا بيها المعلومات بأمان. ماشي، بس الأول امسك يا سيف. ايه ده؟ دي $1000 وتذكرة طيارة مصر بكرة الظهر. بس ريكاردو معلش يعني في السؤال اللي هو يعني لو الموضوع ده يحتاج مصاريف زيادة يعني أدفع من جيبي وأرجع أحاسبك. ما تشيلش هم الفلوس يا سيف. توكلنا على الله. قول لي باقي الطريق.